الأولمبيين المصري والمغربي. المنتخب المصري كان سباقا للتهديف في الدقيقة السادسة عبر اللاعب مصطفى فتحي، قبل أن يتمكن اللاعب يوسف السعيدي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 15، فيما أضاف اللاعب سفيان الباجة الهدف الثاني من نقطة الجزاء. أما الهدف الثالث للمنتخب الوطني فسجله المدافع المصري محمد سيد عبد الرزاق خطأ في مرمى فريقه، قبل أن يخطف المنتخب المصري هدفا ثانيا قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول عبر اللاعب محمود أحمد السيد. وفي وقت تفنن فيه المنتخب الوطني الأولمبي في تضييع عدد من المحاولات في الشوط الثاني، تمكن المنتخب المصري من إدراك التعادل قبل 3 دقائق من نهاية المباراة بواسطة اللاعب زاق.